السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي قناة رياضة الأندية. نتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم آخر مستجدات كرة القدم السعودية. وقبل البدء هذا المقطع برعاية متجر أضواء، متجر متخصص في كل ما يخص قطع غيار السيارات وإكسسواراتها وتوفيرها بأفضل الأسعار، خصومات خيالية وأسعار لا تنافس وطرق دفع متعددة. رابط المتجر في أول تعليق. رئيس الاتحاد يطالب اللذيذ بكشف الحقائق في صفقة صلاح وراموس. غاياردو: مشروع الاتحاد مثل القطار يمشي بسرعة عالية. موقف حجازي من المشاركة مع الاتحاد في دوري أبطال آسيا. استقالة رئيس نادي جماهيري، غليان في دوري روشن. بعد هجوم الاتحاد، النصر يكذب سعد اللذيذ وينفي الكواليس المزعومة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو. أنمار الحائلي يكشف بدلاء حجازي وحقيقة طلب عبد الرزاق حمد الله الرحيل عن الاتحاد في الشتوية. طالب أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي سعد اللذيذ نائب رئيس إدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بكشف الحقائق بشأن الصفقات التي طلبها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وقال الحائلي في تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء: الجماهير من حقها تطالب حينما ترى لاعبين في مركز الدفاع مثل الإسباني إمريك لابورت في نادي النصر والسنغالي خالد كوليبالي في نادي الهلال. وأضاف الحائلي: أكيد الجماهير تطالب بنفس المستوى، ولكن هناك برنامج استقطاب ووضع ميزانيات محدودة ونحن عملنا على إثر هذه الميزانيات. وتابع: الجمهور له حق يطالب لماذا الاتحاد تم منحه 4 أجانب وليس 8، وخصوصا هناك أندية أخرى تعاقدت بشكل أكبر. وأردف: أثرنا الصمت احتراما لبرنامج الاستقطاب، لكن إذا كان الحديث بهذه الشفافية كما تطرق سعد اللذيذ كنا نتمنى الحديث يكون كاملا عن متطلبات الاتحاد وماذا حصل بموضوع محمد صلاح وليفربول وماركينيوس وديبرون وغاندوغان وراموس، وننتظر الإجابة من البرنامج. وبسؤاله هل تجديد عقود اللاعبين ساهم في عدم تعاقدكم مع آخرين، رد قائلا: لاعبين مميزين وحققوا بطولتين من أصل 3 وجميع الأندية تتمناهم، واللاعبين كانوا مرحبين بقرارات الإدارة إذا طلبنا رحيلهم، ولا يمكن أن يعرض علي مبامبي وأرفض. ومن جانب آخر كشف مارسيلو غاياردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن أسباب قبوله مهمة تدريب العميد خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي نونو سانتو. وقال غاياردو في المؤتمر الصحفي مساء أمس الثلاثاء: من أسباب قبول مشروع الاتحاد هو حجم النادي الكبير والعناصر التي يملكها، لذلك قبلت أن أكون جزءا من هذا المشروع. وتابع: أشكر نادي الاتحاد على منحي هذه الفرصة، سعيد جدا بوجودي في هذا المشروع مثل قطار ينطلق بسرعة كبيرة جدا. وأكمل: تعرفت على النادي في فترة قصيرة، وبطبيعة الحال هناك أشياء بحاجة إلى تطوير. لدي ثقة كاملة في الجهاز الفني بمختلف التخصصات بأنهم سريعا سيندمجوا مع الأهداف المشتركة. وواصل: فخور باستلام هذا الفريق، والنجاح مسؤولية مشتركة بيننا جميعا كمجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين والجمهور وكل من في هذه المدينة، وأحترم المدربين السابقين، اطلعت على كل شيء فنيا وحتى سلوكيات اللاعبين. واستطرد: لدي ارتباط مع نادي الاتحاد لموسم ونصف، وهناك نية لتمديد هذا العقد، وهذا بالطبع سيعتمد على قناعة الطرفين بالإنجازات والنتائج. واختتم حديثه عملي يتعلق بتشخيص الوضع العام والتواصل مع اللاعبين ومعرفة شخصياتهم ومميزاتهم. أنا شخص أحب التواصل وسوف أتعرف على اللاعبين بشكل أكبر الفترة القادمة. ومن جانب آخر تحدد موقف الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد من المشاركة مع العميد في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا المقبلة، وفقا لتقارير صحفية متداولة أمس الثلاثاء. وبحسب ما أوردته صحيفة الرياضية السعودية، فقد تأكدت جاهزية أحمد حجازي لخوض مواجهتي فريق الاتحاد المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسبهان الإيراني في دوري أبطال آسيا. وأوضحت الصحيفة أن قرار مشاركة أحمد حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد. وتعافى حجازي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي كان قد تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن الموسم الماضي أمام الفيحاء. وخضع المدافع المصري إلى عملية جراحية في الركبة على إثر إصابته بالرباط الصليبي، بالإضافة إلى برنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر. وعلى صعيد متصل، قاد مارسيلو غاياردو تدريبات فريق الاتحاد للمرة الأولى مساء أمس الأول على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مقر النادي، وذلك بعد تعيينه خلفا للبرتغالي نونو سانتو. ومن جانب آخر
يستمر الحديث بشأن القضايا المستجدة والمثيرة في الشارع الرياضي السعودي في أحد أهم مواسم كرة القدم في تاريخ المملكة العربية السعودية، الذي يشهد تواجد نجوم اللعبة في أندية المسابقة. حيث ذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر حسابه الشخصي عبر منصة إكس أن هناك رئيس نادي جماهيري يستعد لتقديم استقالته. وتأتي هذه الأنباء بعد تصريحات أنمار الحائلي رئيس المؤسسة غير الربحية في نادي الاتحاد، والتي رد خلالها على سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن والرئيس التنفيذي المكلف. أنمار الحائلي أكد أن لجنة استقطاب النجوم لم تحقق كل مطالب اللجنة الفنية في الاتحاد، وتركت النادي يخوض الموسم دون ضم اللاعبين المطلوبين. وكان قد أشار سعد اللذيذ إلى أن اللجنة قامت بتلبية كل احتياجات النادي، وأن قرار إدارة الاتحاد كان التمسك ببعض المحترفين. ومن جانبه كشف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي غير الربحية عن حقيقة طلب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الرحيل في الميركاتو الشتوي القادم، حيث ترددت أخبار خلال الأيام الماضية بشأن طلب حمد الله الرحيل عن نادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي مع اقترابه من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي. نفى الحائلي في تصريحات مع برنامج أكشن مع وليد تقديم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أي طلب حتى الآن للرحيل في الشتوية، معترفا بأن اللاعب مثل جميع جانب الفريق كانوا مرحبين بالمغادرة في الميركاتو الصيفي الماضي حال ضم بديل عالمي. وعن سر التمسك بالمدافع المصري أحمد حجازي رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي، قال رئيس الاتحاد إنه لاعب كبير قائد داخل وخارج الملعب. وطلب أنمار الحائلي من لجنة الاستقطابات جلب مدافعين عالميين إلى نادي الاتحاد مثل فان دايك والبرازيلي ماركينيوس من أجل الاستغناء عن حجازي. وفي نهاية حديثه ألمح الحائلي إلى إمكانية التعاقد مع الأسطورة الإيطالي بابلو مالديني لتولي منصب المدير الرياضي في النادي، قائلا ليش لا. وفي سياق منفصل تزايد الجدل بعد حديث سعد اللذيذ المسؤول عن برنامج استقطاب الصفقات العالمية لدوري روشن السعودي السابق ورئيس رابطة دوري المحترفين، فبعدما كذبه أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، خرج طلال الرشيد العضو الذهبي لنادي النصر لتكذيبه هو الآخر، حيث زعم سعد اللذيذ أن برنامج الاستقطابات هو من تفاوض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه للعالمي، بل وأنه من تكفل بكامل الصفقة، وهو ما نفاه مسلي آل معمر رئيس النادي من قبل. الرشيد أعاد النفي مكذبا اللذيذ، فقال عبر مساحة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي الحديث عن أن البرنامج هو من تفاوض مع رونالدو وهو من جلبه للنصر معلومات غير صحيحة أبدا. رونالدو ألحق بالبرنامج بعد 6 أشهر من التعاقد معه، أما ال6 الأشهر الأولى فمن دفع مستحقاته هم الرعاة وشركاء النصر. وأضاف وقت التعاقد مع رونالدو لم يكن البرنامج قد أنشئ بالأساس كي يفاوض وقتها أو حتى يدفع المبلغ، لكن بعد 6 أشهر تم إلحاقه بصفقات البرنامج. ويذكر أن النصر تعاقد مع الدون في ديسمبر 2022 في صفقة انتقال حر بعدما فسخ ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد عقده جراء الأزمات وتصريحاته النارية ضد زملائه والجهاز الفني للفريق في حوار مع الإعلامي الشهير بيريز مورجان.